تخيل معايا مدينة مليانة جريمة، عصابات، مخدرات، ومافيا بتحكم الشوارع. الشرطة بتحاول تطبق العدالة، لكن الجريمة دايما بتلاقي طريقة تهرب بيها. ولكن فجأة المجرمين بدأوا يختفوا واحد ورا التاني، وكل مسرح جريمة فيه نفس العلامة، جمجمة بيضة كبيرة. العلامة دي ليها معنى واحد بس، إن الشخص اللي عملها أخطر منتقم في عالم مارفل. وفي الفيديو ده هنتكلم عن قصة ذا بانشر، سفاح مارفل. جاهزين؟ يلا بينا. قبل ما يظهر اسم ذا بانشر كان في راجل اسمه فرانك كاسل. فرانك كان جندي في المارين الأمريكي، مقاتل محترف شارك في حروب كتير، وكان معروف بمهاراته العالية في القتال القريب واستخدام الأسلحة والتكتيك العسكري. لكن رغم حياته القاسية في الجيش كان عنده حاجة واحدة بتخليه يستحمل كل ده: عيلته، زوجته ماريا وأطفاله. كان كل حلمه إنه يرجع من الحرب ويعيش حياة هادية، لكن الحلم ده مكملش. وفي يوم عادي جدا قرر فرانك يخرج مع عيلته في نزهة، ووسطهم هم قاعدين فجأة صوت ضرب النار اشتغل. عصابات المافيا بدأت تبادل إطلاق النار، وفرانك وعيلته كانوا في المكان الغلط وفي الوقت الغلط. العصابات شافتهم شهود فقرروا يخلصوا منهم، والنتيجة إن فرانك عاش، لكن زوجته وأطفاله ماتوا قدام عينيه. وفي اللحظة دي انتهت حياة فرانك كاسل، واتولدت شخصية ذا بانشر. وبعد اللي حصل الشرطة وعدت فرانك بالعدالة، لكن الحقيقة كانت مختلفة. المجرمين عندهم نفوذ والقانون بطيء. وفي اللحظة دي فرانك خد قراره، فلو القانون مش قادر يوقف الجريمة هو اللي هيوقفها. بدأ فرانك حرب شخصية ضد كل المجرمين، وظهر شخص جديد في المدينة، شخص اسمه ذا بانشر. ذا بانشر مش بطل خارق، هو إنسان عادي لكن مدرب تدريب عسكري مرعب، بيعتمد على الأسلحة التقيلة والقنص والقتال اليدوي والتخطيط العسكري. كان بيطارد العصابات زي المافيا وتجارة المخدرات والقتل المأجورين، وكل مرة بعد كل انتقام يعمله يسيب نفس علامة النجومة بتاعته. ذا بانشر مصنف أنتي هيرو، يعني بطل غير تقليدي، بمعنى إنه بدل ما يحبس المجرمين ويهربوا تاني ويحبسهم تاني بيخلص عليهم من غير أي تعاطف أو ندم. طريقة ذا بانشر خلت حتى الأبطال يعترضوا عليه زي سبايدر مان ودير ديفل، عشان كده كانوا دايما في صراع معاه، لأن بالنسبة ليهم القتل مش عدالة. لكن بالنسبة لفرانك طالما القانون فشل يبقى العقاب هو الحل. على الرغم من إن ذا بانشر ما عندوش قوة خارقة، إلا إن هو يعتبر من أخطر المقاتلين في عالم مارفل، وعنده مهارات كتير زي خبرته العسكرية الضخمة والقتال التكتيكي واستخدام كل أنواع الأسلحة، ده غير الصبر والتركيز العالي. عشان كده قدر يواجه عصابات كاملة لوحده. شخصية ذا بانشر ظهرت لأول مرة سنة 1974، لكن شهرتها الحقيقية انفجرت بعد مسلسل ذا بانشر اللي اتعرض على نتفليكس، وقام بدور فرانك كاسل الممثل جون برينثل، اللي عمل أداء قوي جدا في المسلسل وكان لايق عليه قوي، وخلى الجمهور يحس بوجع الشخصية وغضبها ودوافعها، وكمان يشجعوا على اللي بيعمله. وبكده نكون خلصنا حكاية ذا بانشر. بس قبل ما أقفل الفيديو حابب أسأل سؤال: هل ذا بانشر فعلا بطل ولا مجرد مجرم بيقتل المجرمين؟ البعض بيشوفه رمز للعدالة، والبعض بيشوفه شخص ضايع في الانتقام، لكن الحقيقة إن قصة ذا بانشر مش قصة بطل خارق، دي قصة إنسان اتكسر وحول ألمه لحرب. فهل لو ضاعت منك حاجات غالية زي ذا بانشر هتختار العدالة ولا الانتقام؟ لو عجبك الفيديو متنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناة عشان تشوف قصص أكتر لشخصيات مارفل. وبس كده، كان معكم أحمد، سلام.